دكتور صباح الفل. صباح الفل. في سؤال بيتكرر كتير عن نوعية الأكل بعد عملية القلب المفتوح. اهم حاجه في عمليات القلب المفتوح عامه ان احنا ناكل اكل غني بالبروتين وغني بالكالسيوم. البروتين موجود في اللحوم والاسماك والفراخ، الكالسيوم طبعا موجود في الالبان ومنتجاتها والبيض وكده. في مرضى طبعا اتكلموا ان احنا لا ما ناكلش بيض بعد العمليه. لا يا جماعه، البيض مهم جدا، من ضمن الحاجات اللي غنيه بالكالسيوم ومش مضر. الكوليسترول اللي فيه كوليسترول نافع وليس ضار، فما عندناش مشكله خالص. اما بالنسبه للمرضى اللي عاملين صمامات، مغيرين الصمامات بصمامات معدنيه وماشيين على ادويه السيوله زي الماريفان، ينصح طبعا ان هم ما ياكلوش الاكلات الغنيه بفيتامين كي زي الخضروات الورقيه. ممكن نقللها، السبانخ، الجرجير، الخس، الملوخيه، البروكلي. ما انصحش مرضى الصمامات ان هم ياكلوا كبده او كلاوي علشان غنيه بفيتامين كي. ممكن طبعا ياكلوا فاكهه بكل انواعها، ولكن بس في فاكهه الكيوي دي غنيه جدا بفيتامين كي، فما انصحش طبعا مرضى الصمامات ان هم ياكلوا كيوي. وممكن بعد العمليه مفيش مانع ان المريض يتناول بعض الحلويات الا اذا كان عنده السكر. لو ما عندوش سكر مفيش مانع ان هو ياكل حلويات، ولكن ما يكترش منها برضه علشان ما ترفعش السكر عنده.